السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هشرح لك الدوائر بتاعه الريجنريشن او الدوائر بتاعه الاسترجاع. من الاخر كده الهدف ايه بتاع الدايره؟ الهدف بتاع الدايره ان انا ازود السرعه الخطيه بتاعه مكبس عندي، ولكنه في احد المشوارين، سواء كان المشوار اللي عندك ده مشوار الاكستنشن او مشوار الريتراكشن. طيب انا ازاي بعمل الموضوع ده؟ بعمل الموضوع ده بمنتهى البساطه. انا كترومبا تمام اديت سبلاي عندك للبيستم بتاعك، وليكن علشان خاطر يعمل المشوار بتاع الاكستنشن. طيب حلو قوي. البيستم اللي عندك ده دبل اكتنج، يعني اصلا في كميه زيت محبوسه تمام قدام عندك هنا راس المكبس من ناحيه النيكل رود، بتبتدي ان هي ترجع عندك وتروح الى التانك. طيب حلو قوي. بدل ما انا هودي الزيت المحبوس ده الى التانك، لا انا هعمل حركه حلوه. هبتدي ان انا اخد الزيت المحبوس ده وادخله واعمله اديشن واعمله اضافه على الزيت اللي طالع عندك من الترومبا، بحيث عندك هنا يكون مجموع الاثنين فلو ريتس اعلى من الفلو ريت بتاع الترومبا لوحدها بس، وبالتالي انا في هذه الحالة اخدت عندك سرعة اكبر في احد المشوارين اللي انا بتكلم عليهم. تمام كده؟ يبقى دي الفكرة بمنتهى البساطة بتاعة الريجنريشن. طيب لو انت عندك هنا هذه الدايرة البسيطة زي ما حضرتك شايف، انت عندك هنا تانك وبعد كده في مضخة. المضخة دي تمام في عليها بريشر ليف فالف بيحمي عندك هنا بقية الكومبوننتس اللي موجودة عندنا. وزي ما حضرتك شايف كده انا اخدت تفريعة على طول تمام من المضخة دي، وابتديت ان انا ادخلها عندك على البيستم بتاعي اللي هو الدبل اكتنج. وبالتالي وانس ان عندك هنا هذا البوزيشن متفعل في الدايركشن كنترول فالف بتاعي، فايه اللي هيحصل؟ البيستم ده اوتوماتيك بيعمل عمليه الريتراكشن. تمام. انما حضرتك لو انا عايز اعمل عمليه الاكستنشن، هبتدي ان انا انقي تمام البوزيشن الثاني، بحيث عندك هنا ان الفلو بتاع الترومبا يبتدي ان هو يعدي ويروح للمكبس علشان خاطر يعمل المشوار بتاع الفرد. طيب تعالى نعمل سيميوليشن عندك هنا للدايره ونشوف الكلام ده بمنتهى البساطه. ادي الدايره بتاعتنا اهي تمام زي ما حضرتك شايف كده في الوضع الطبيعي تمام، هي على طول مطلعه فلو اوتوماتيك رايح للمكبس بتاعي، وبالتالي عامل المشوار بتاع الريتراكشن للاخر. وطبعا بما ان هو جاب نهايه المشوار فالبريشر ليف فالف دخل معاك. تمام. طيب تعالى كده حضرتك نعمل مشوار الاكستنشن. تمام. ابتدى ان عندك هنا الزيت يطلع تمام، يخش عندك هنا من هذا الطرف، يبتدي يتراكب عندك ورا راس المكبس ويزقه عندك لقدام علشان خاطر يعمل مشوار الاكستنشن. ولكن خلي بالك وهو بيعمل مشوار الاكستنشن هتلاقي ان الزيت بقى اللي طالع عندك هنا من المكبس بدل ما هو راح الى التانك، لا انا اخدته عندك هنا وابتديت ان انا اعمل له اضافه في البوينت دي، في النود دي، في الاديشن بوينت اللي موجوده عندك. وبالتالي اصبح الفلوريت اللي موجود عندك في الحته دي هو مجموع الفلوريت بتاع الترومبا تمام، زائد الفلوريت اللي جاي عندك من المكبس بتاعي. تمام. يبقى اذا لو انا جيت عملت عندك هنا المشوار بتاع الريتراكشن، لاحظ عندك هنا ان المشوار عندك ايه؟ المشوار عندك بطيء. بينما لو انا جيت عملت الاكستنشن هتلاقي عندك هنا المشوار سريع. طيب ممكن حضرتك كده تجيب لنا مثلا البلوتر ده، هبتدي ان انا اخد عليه القرايه بتاعه السرعه اللينير سبيد للبيستون اللي موجود عندي ده. فتعالى كده نسيميوليت ونشوف كده البلوتر ده هيورينا ايه. بص كده يا فندم، ادي عند حضرتك السرعه بتاعه الاكستنشن، وادي السرعه بتاعه الريتراكشن. تعالى كده تمام نشوف الفرق ما بين السرعتين عامل ازاي. لاحظ حضرتك اهي ان السرعه بتاعه الاكستنشن جايبه معاك 80 سنتيمتر لكل ثانيه، بينما حضرتك السرعه بتاعه الريتراكشن تقريبا جايبه معاك 24 سنتيمتر لكل ثانيه. تمام. فواضح جدا كده ان انا استفدت عندك بميزه كويسه قوي، ان انا بقدر اعمل الاكستنشن بتاعي، مشوار الاكستنشن بسرعه كبيره، بينما حضرتك مشوار الريتراكشن بيبقى معتمد على الفلو بتاع الترومبا بس. طيب خليني بقى تمام اوري لك انا ليه حاطط عداد الضغط ده هنا. لان حضرتك ما ينفعش تاخد كل المميزات. هي الباور اللي موجوده عندك اللي هي اللينير فيلوسيتي مضروبه عندك هنا في الفورس اللي المكبس ده بيبتدي ان هو يعمل لها عمليه اكزيرت على اللود. تمام. حضرتك القيمه دي تمام انت هي قيمه ثابته، فحضرتك انت خدت سرعه زياده، فهتكون هذه السرعه الزياده على حساب الفورس تمام بتاعه المكبس بتاعي. اشمعنى يا فندم؟ الكلام ده هيثبته لك عداد الضغط اللي انا حاطه عندك هنا ده. لاحظ معايا ان انا في المشوار عندك هنا بتاع الاكستنشن بتكون تقريبا عندك هنا القرايه تمام بتبقى قد ايه يا فندم؟ تعال نخليها كده في السلو موشن احسن. تمام اهو
بص حضرتك هنا القرايه في مشوار الريتراكشن تمام، مفيش اي لود مفيش اي ريزيستنس، يا دوبك شويه الحاجات اللي موجوده عندك في الدايره عامله لك شويه لوسز. فعندك هنا عداد الضغط قاري كام يا فندم؟ قاري 3.25 بار تمام. بينما حضرتك لو انا جيت بقى اعمل المشوار بتاع الاكستنشن هتلاقي حضرتك هنا ان الراجع بتاع المكبس الضغط بتاعه كام يا فندم؟ 53 بار تمام كده. وبالتالي بما ان عندك هنا ان البرانش ده كله اصبح كونتينيوس فلويد، اصبح عندك هنا كله ليه نفس الضغط. وبالتالي لو انا كده مثلا رجعت المكبس ده سنه صغيره تمام كده اهو، برجع المكبس بتاعي ده سنه صغيره وابتدي ان انا اعمل المشوار بتاعي وهبوز كده تمام. اسف معلش هرجع سنه صغيره تاني اهو، وتعالى نعمل اكستنشن وهنبوز هنا تمام. ايه اللي حاصل بقى يا فندم؟ دلوقتي عندك هنا المكبس ده وراه قد ايه يا فندم؟ وراه 53 بار مضروبين عندك هنا في الاريا بتاعه البيستون. بينما حضرتك هنا قدام تمام في التشامبر دي في 53 بار برضو، ولكنهم مضروبين في الاريا بتاعه البيستون ناقص الاريا بتاعه الرود. اصبح عندك هنا في فورس بتؤثر من الناحيه دي وفي فورس بتقاوم قصادها من الناحيه الثانيه. فالفورس اللي بتقاوم قصادها من الناحيه الثانيه بتبتدي تهدر وتاخد جزء كبير جدا من القوه اللي تمام المكبس ده كان هيبتدي ان هو يابلاي ويحطها على اللود اللي موجود عندك. وبالتالي قصاد السرعه الكبيره اللي انا اخدتها تمام قللت عندك هنا في اللينير فورس اللي مؤثره عندك على اللود بتاعي تمام كده. يبقى اذا دي نقطه مهمه جدا لازم تاخد بالك منها. دوائر الريجنريتيف صحيح بتديني سرعات ولكنها تمام بتبقى ضعيفه قصاد الاحمال اللي بتتحط. اعمل يا جدع لايك، اقرا لي، قول لي الله ينور، ما تشتمني وفي كده بتقدرني. انت عارفني بقى انا بحب اخلي الدوائر تبقى فيها اوتوماتيك سنس شويه. الفكره كلها بمنتهى البساطه ان انا عملت دايره دي برضو دايره ريجنريتيف، ولكن انا حطيت لها مبدا. والله لو انت حضرتك هتشيلي احمال خفيفه فاشتغلي عادي جدا بالريجنريتيف تمام سبيد انكريمنت بتاعتك ومفيش اي مشكله خالص. لو انت هتشتغلي على احمال عاليه ارجعي عاديه تمام بحيث ان انت تديني القوه اللي انا عايزها تمام كده. يبقى انا مش محتاج قوه كبيره في الحمل الخفيف فاخد سرعه، انما لو انا عندي حمل تقيل تمام فانا هاخد السرعه العاديه ولكن اخد القوه اللي تمكنني من ان انا اشيل الحمل ده. مين هياخد القرار؟ اللي هياخد القرار عندك هنا الريموتلي كنترولد بريشر ريليف فالف اللي انا حاطه ده تمام. بمنتهى البساطه انت عندك هنا بامب بريشر ريليف فالف يحمي الدايره تمام، عندك هنا كروس بوزيشن بارل بوزيشن دايركشن كنترول فالف 2 بوزيشن. بعد كده اللي حاصل يا فندم انا حطيت في عندك هنا ريموتلي كنترولد بريشر ريليف فالف. ريموتلي كنترولد بريشر ريليف فالف ده بياخد البايلوت سيجنال عندك من مين يا فندم؟ من الوركينج لاين اللي هو بيبتدي يرفع الاحمال تمام كده او بيبوش قصاد الاحمال تمام. فانا هاخد له عندك هنا هذه الاشاره علشان خاطر افعله. طيب بمنتهى البساطه انا بفعله ايه اللي هيحصل؟ والله حضرتك لو كان الحمل تقيل تمام هيبتدي عندك هنا البايلوت ده يشتغل قصاد السوسته دي يفتح لي البريشر ريليف فالف، فاللي خارج عندك هنا من المكبس يهرب يروح للتانك تمام كده. فاللي خارج عندك هنا من المكبس هيهرب يروح من البارل بوزيشن الى التانك. طب حضرتك لو كان هو حمل خفيف تمام السوسته دي هتبقى اقوى هتقفل البريشر ريليف فالف ده، فاللي طالع عندك هنا من المكبس ده هيبتدي ان هو يعدي من البالف الاون اوف ده ويروح مره ثانيه تمام يخش جوه المكبس وبالتالي اخد حمل سريع تمام سرعه كبيره تمام. عملت عمليه ريجنريتيف. طيب حضرتك انا عايز اعمل مشوار الريتراكشن ارجع ايه اللي بيحصل؟ الفلو عندك هنا اللي طالع من الترومبه بعمله عندك هنا برانشنج تمام. جزء عندك هنا بيبتدي ان هو يخش يفعل لي عندك هنا البالف الاون اوف ده يجيب لي الاوف بوزيشن. طب وبعدين بحيث ان انا اخد كل الفلو يعدي من التشيك فالف ده وبعد كده يبتدي ان هو تمام يطلع عندك من مين يا فندم؟ يطلع عندك يرجع لك المكبس بتاعك الى الوضع بتاع الريتراكشن. هي دي الفكره بمنتهى البساطه وهي دي الدايره اللي موجوده عندي تمام. يبقى انت عرفت هنا بالف الاون اوف ده شغال معاك تمام، شغال اون في حاله ان حضرتك بتعمل المشوار بتاع الاكستنشن تمام، بينما حضرتك هو شغال اوف في حاله ان حضرتك بتعمل مشوار الريتراكشن. ده حضرتك برضو اون اوف
هو اون تمام في حاله ان كان الحمل تقيل، هو اوف في حاله ان كان الحمل خفيف. تعالى كده نعمل سيميوليشن على 200 نيوتن حمل خفيف ونشوف ايه اللي هيحصل، السرعه عامله ازاي. تمام سريع وزي الفل و100 ليه؟ لان ده مقفول اوف حمل خفيف. تمام اعمل تمام مشوار الريتراكشن ده بقى اوف وبيعمل عندك هنا المشوار بتاع الريتراكشن، ولاحظ البطء عندك هنا في مشوار الرجوع، بينما في مشوار الاكستنشن كان عندك سريع اكتر من كده بكتير قوي. طيب تعالى كده نستوب السيميوليشن تمام ونحط لنا هنا حمل غلس شويه. تمام ونشوف ايه اللي هيحصل. حط لي حمل غلس مثلا وليكن 15000 نيوتن مثلا، اي رقم يعني. تمام بحيث ان المقاومه بتاعته تبقى اعلى من البريشر ليف فالف ده. تعالى كده نسيميوليت ونشوف اللي هيحصل عندك هنا. يلا بينا نعمل مشوار الاكستنشن. مات بقى عندك هنا السرعه بطيئه جدا. ليه؟ ده فتح خلاص، ده عندك هنا فتح، فالمقاومه اللي كانت موجوده هنا دي الفورس اللي هي كانت عباره عن البريشر مضروبه في الاريا بيستون ناقص الاريا رود خلاص ما بقتش موجوده، لان انا بهربها بوديها على التانك. تمام كده ماشي. ف اعمل ريتراكشن. تمام ده يبقى عندك هنا في الاوف بوزيشن وكل الفلو يرجع عندك هنا يودي لك تمام المكبس بتاعك وتعمل المشوار بتاع الريتراكشن بتاعك. يبقى اذا انت كده عملت الدايره اوتوماتيك، الحمل خفيف شغال معاك سريع، الحمل تقيل يقدر يشيله وشغال معاك بطيء. طبعا تعمل لك ستوب، خد سكرين شوت للدايره الجميله دي اللي هي شغاله معاك اوتوماتيك في الاحمال كده. تمام يبقى حضرتك تمام عرفت دوائر الريجنريشن وعرفت ازاي اعملها اوتوماتيك، بحيث ان انا لو حطيت عليها احمال تقيله تقدر ان هي تشيل الاحمال واتغلب على النقطه الرخمه بتاعه ان السرعه بتضيع من القوه. تمام لان دايما الباور اللي هي الاف في الفي تمام هي ليها قيمه ثابته حضرتك بتاخدها. في نهايه الفيديو ده اتمنى تكون استفدت. قبل ما اقفل في معلومه مهمه جدا، ان ساعات بتلاقي تمام الريجنريشن ده هو بوزيشن من بوزيشنز الدايركشن كنترول فالف وليس منفصلا زي ما انا عاملها في الدوائر دي. اتمنى تكون استفدت ان شاء الله. باذن الرحمن اقابلك في فيديوهات تانية.